Coach, hard luck. حظا أوفر أيها المدرب. ما حدث اليوم؟ اليوم لم نكن نبدأ اللعبة بشكل جيد. لقد أضعنا العديد من الفرص، وبعد كان من المفروض أن نفوز. لقد كان وضعا صعبا بما قمنا به. لقد دفعنا كثيرا لأننا لم نتمكن من أن نسبب بعض المشاكل للفريق المكسيكي، لكن الوقت كان متأخرا. أحرزنا هدفا وكان يجب أن نحرزه من قبل، لكن لم نتمكن من فعل ذلك، وهذا يعني توفرت لهم مساحة وكنا دائما في الخلف. لقد خسرتم اليوم، والفريق الآن بات خارج المنافسات. نعم، لأننا لم نكن نلعب مع بعضنا، لم نكن جسدا واحدا، وكان يجب أن نفكر أن نحرز العديد من الأهداف. خطرنا في بعض الأحيان لأن الوضع لم يكن صعبا، لأن الوضع كان صعبا. كان من المفروض أن نفوز، وكان المفروض أن علينا أن نحرز ولا نخسر، لكن ونهاجم، وكان الوضع 3 أهداف أو أكثر. لقد كانت مباراة مفتوحة، ولم يستفيدوا من فوزهم، وفارق الأهداف كان منخفضا. شكرا لك. شكرا لسيد هيرفي رينالد مدرب المنتخب السعودي. نرجع مرة أخرى لكم. شكرا لك فالح الشمري. اليوم المنتخب السعودي ما لعب للفوز، وما هو المنتخب السعودي اللي عرفناه خالد سلمان. الأسباب هل هي بسبب الإصابات، الإرهاق، الجهد؟ المنتخب السعودي مباريات كلها تنافسية، مباريات تحمل وجهد، اللاعب ما تحملها، والدليل على هذا فقدان اللعيبه الموجودين بالنسبه اللي هي الركائز الحقيقيه. تكلم على سلمان الفرج، تكلم على ياسر الشهراني بعد الاصابه، تكلم على البريك، عبد الاله والتوقيف، وبلاي الاصابه. هذه اللاعب ما يتحمل مباريات ثقيله، كل 5 ايام تلعب مباراه مثل هذه بالقيمه اعلى. البلاي الاصابه، اللاعب ما يتحمل مباريات ثقيله، كل 5 ايام تلعب مباراه مثل هذه بالقيمه اعلى المنتخبات، يعني من الناحيه اللياقيه، من الناحيه الجسمانيه، من ناحيه التحمل الموجود ما في. والدليل على هذا من بعد مباراه الارجنتين الفريق لم يقدم. هل قدم اي محلل، اي مدرب؟ اليوم مدرب المنتخب السعودي ايش قال؟ قال احنا ما قدمنا شيء. اي اكيد ما راح تقدم، يعني لا يمكن فريق يتحمل في ظل وجودكم وفي ظل تكاتفكم لانجاح هذا الحدث الكبير. الصراحه اكيد لكم دور انتم فيه. لهذا السبب انا اقول يا هلا ويا مرحبا فيكم، حضروا واستمتعوا، بطوله استثنائيه استمتعوا فيها، وان شاء الله موفقين في البطولات القادمه. عبد الرحمن هاردك في النهايه. الحمد لله عليك. بكل تأكيد خالد، أنت تتكلم عن اللقاء الثالث، وأخوي خالد ذكر اللقاء الأول أنه مثل هي الصعوبات اللي جاء في اللقاءات اللي جات بعدها. إحنا أيضا نأخذها في الجانب الآخر. مفترض أنه يكون الانتصار على منتخب كبير مثل الأرجنتين ويمثل حوافز ودوافع للاعبين، ويمنح اللاعبين ثقة أكبر، ويعطيهم أمل، بدل ما يكون الأمل هذا انتصار في مباراة وتنتقل إلى الدور الثاني وتحقق مكتسب كبير جدا مماثل المكتسب اللي تحقق عام 94. وأنا منتخب اليوم لم يتحقق لأي منتخب في تاريخ المملكة العربية السعودية، أو يمكن حتى لكل المنتخبات العربية، كون أنه حقيقة كان فيه اهتمام خاص وشخصي من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وتوفير كل المتطلبات، فبالتالي أوجد لهم كل المستويات العليا، لا من حيث الدعم، لا من حيث المعسكرات، لا من حيث حتى منح الاتحاد السعودي لكرة القدم الصلاحيات المطلقة في تنفيذ البرامج حتى لو كانت لها. فبالتالي أنا كنت أتمنى حقيقة أنه على الأقل مثل هذه الإمكانيات استثمرت بشكل أكبر وأوجدتنا بصورة أفضل
خاصة أنه اللاعبين أعطونا هذا الأمل وصنعوا عندنا هذا الشغف بأنه نكون موجودين في لقاء بولندا بصورة أفضل. نعم نستمتع ونفرح ولكن كرة القدم نتائج في الأول والأخير، وهذا الأمر لم يتحقق. السبب الرئيسي من وجهة نظري هي عدم اختيار أدوات كان بالإمكانها تقدم حضور أكبر، فأنت تكون مخير ما بين الأفضل والأجهز، فالأجهز دائما هو الخيار الأمثل للتواجد في مثل هذه الساحة. تتكلم عن السرعة، تتكلم عن القوة، تتكلم أيضا عن نقطة مهمة جدا هي توقيت البطولة. أنت بتلعب أمام منتخبات تعتبر منتخبات حديدية وكتل حديدية داخل الملعب، فبالتالي أنت كنت تحتاج الجاهز بحيث أنه يعوض أي مشكلة أو أي نقص ممكن يحصل للمنتخب مثل ما حصل الآن. الأمر الآخر وهو الأهم تدخلات المدرب. يعني أنا اليوم أشوف العبود الآن. الأمر الآخر وهو الأهم تدخلات المدرب. يعني أنا اليوم أشوف العبود موجود وهو في المباريات الودية ما يشركه، ما لعب ولا مباراة معه، وبالتالي هذه مثلت معضلة. علي الحسن كذلك كان موجود اليوم في الملعب وهو ما يشارك إلا في مباريات قليلة جدا مع النصر وأيضا مع المنتخب في مباريات الودية، فبالتالي أصبح البديل مو جاهز بشكل جيد. الحاجة الإيجابية اللي فعلا تحسب للمدرب وكانت مثالية وقوية جدا وأكدت حضورها حقيقة أنا أعتبرها هي إبداع، هو تجهيز عبد الإله العمري من 9 أشهر راجع من إصابة رباط صليبي. العامل القوي عليهم خلاهم يعطونا منتج جدا مميز داخل الملعب، فكنت أتمنى حقيقة أنه اختار لاعبين بإمكانيات واحتياجات ومتطلبات واشتغل عليها بشكل كبير جدا حتى يكون هناك على الأقل في المدد الزمنية المتقاربة ما بين المباريات عملية التدوير الإيجابي، ولكن هذا للأسف لم يحصل. فبالتالي اليوم شفنا لاعبين يلعبون في غير مراكزهم ومثلت مشكلة للمنتخب السعودي، وبالتالي دفعنا ثمنها، وثمنها حقيقة كان غالي لسبب واحد مهم جدا هو حالة الشغوف اللي كان موجود عليها المنتخب السعودي. يعني أنا اليوم أنا كنت شغوف، كنت أحلم اليوم أني أصعد للدور الثاني، وهذا حق لي أنا كمشجع وكمحب سعودي. فبالتالي مثل هذه يعني السلوكيات أو التصرفات من بعض المدربين، إذا أنت مدرب وتفهم، نعم أنت تفهم أكثر منا، لكن اليوم إحنا نفهم كورة ونعرف. بالتالي يا أخي احترم هذا الطموح وهذا الشغف اللي موجود اليوم. كل العالم بسبب مباراتنا مع منتخب الأرجنتين العالم كله جاي اليوم كانت تأمل على الأقل أنها تخرج متأهلة لدور ال16. والله مؤلم، والله يعني أنا ودي أمسك حتى نفسي أني ما أخرج عن السياق والحديث الفني، لكن أنا مضطر أني أتكلم كمحب كمواطن يملك أحلام، يملك شغف. هذه كرة قدم أبو عبد الرحمن. نعم عرض لك معليش أتمنى تشوف هذه كرة قدم، لكن إحنا نتنفسها. أكيد إحنا نتنفسها اليوم. صحيح. خاصة قلت لك مباراة الأرجنتين هي أعطتني هذا الإحساس، هي أعطتني هذا الطموح.